يا مساء أو صباح الخير بتوقيتكم على كل الناس اللي مقضيين العيد لحد دلوقتي كله نوم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وكل اللي هيشوف الفيديو طيبين وبخير وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. انا بقى قضيت عيدي ماسكات وحركات ودلع وحاجات حلوة كده كتير. جبت اول حاجة كنت هعملها، جبت علبة الاكسجين ديت، اللي هي بتاعت الصبغة طبعا. وجبت كيس بودرة التشقير دوت عشان اعمل تشقير للشعر، يعني اللي في بشرتي لاني مش بحب اشيله. والتشقير ده انا بعمله كل يعني 3 4 5 شهور كده. بحط معلقة واحدة من التشقير ده، وبحط برضو بتاع حوالي معلقة برضو اكسجين، وبحطه على بشرتي وبسيبه بتاع حوالي ربع ساعة 10 دقايق على حسب ما انتي يلقط معاكي بقى. بس بصراحة انا بحبه جدا وبيغنيني عن ان انا اشيل الشعر بتاع البشرة تماما، لاني مش بحب اشيله عشان ما يطلعش اكتر. ده كله بقى كان يوم الوقفة، طبعا استعدادات بقى العيد. كان يوم الوقفة كان قبل الصلاة بساعتين كده 3، وهنقضي بقى اليوم كله من جوه البيت وبره البيت وكل حاجة بالتفصيل. خلصت بقى التشقير، رحت عملت ماسك اللي يخض دوت. الماسك ده عبارة عن يا جماعة بن، معلقة بن على نص معلقة قرفة، على اللي مش هتصدقوه على معلقة عسل اسود. العسل الاسود ممكن محدش بيستخدمه كتير بس جبار، ومعلقة سكر. بعد كده بقى رحت بقى لبست الطقم بتاع الوقفة. طبعا دي بتبقى اكتر حاجة بتحسس الواحد بالعيد كده، واللبس الجديد بقى والتوك الجديدة والاكسسوارات الجديدة وكل حاجة، كله جديد في جديد. كنت بقولكوا بقى هلبس الحلقان دي والتوك دي والسلسلة، وطبعا بقى البرفن بتاعك والمرطب بتاعك والميك اب الخفيف، هتحطي مانيكير. بصوا بقى، يعني كل اللي انتوا حابينه بقى اعملوه ده، يعني ليلة العيد والفرحة كلها، وبصراحة اليوم اللي احنا بنستناه. فالواحد بيحب ان هو يعني يعمل كل حاجة كده جديدة في جديدة، حتى لو هيشتري حاجات بسيطة جدا. فهو ده بقى كان الطقم بتاعي بتاع الوقفة. احساس حلو ومريح جدا جدا لما تكوني خلصتي كل حاجة وراكي في الشقة، وكمان خلصتي كل حاجة حلوة كده ترضيكي عن نفسك. انا دي من الحاجات اللي بحبها جدا في ايام كده وليالي العيد. ويا رب يا رب العيد ده يكون يعني دخلة سعادة وفرحة على الناس كلها بإذن الله. بعد كده طبعا بقى حضرت لبسي عشان اروح اصلي، وهقولكوا كمان شوية بقى انا بروح اصلي فين. الدرس ده كان قديم عندي مش جديد، انا كنت دايما بروح اصلي بعباية، بس عشان ما جبتش عباية جديدة وحبيت ان انا اغير، فجهزت الدرس ده. كل سنة وانتم طيبين. خرجت انا وماما قبل الصلاة بساعة، وزي ما سمعتوا كده هي بقى بتعيد عليكم كلكم، تقولكوا كل سنة وانتوا كلكم طيبين. كنا ماشيين بقى في الشارع زي ما انتوا شايفين كده المناظر، الشوارع فعلا يعني. بص ماما كان عاجبها منظر السماء قوي بصراحة، كان يعني سبحان الله كانت حلوة جدا. ومنظر الشارع اصلا يحسسك بقى اللي هو جو العيد فعلا. وفي بقى ونس كده في الشارع، وتبقي ماشية يعني انت ماشية مش خايفة عن الايام العادية، انت ممكن اي يوم تاني عادي تبقي ماشية في الشارع في الميعاد ده، تحسي ان انت قلقانة كده وايه ده ازاي نخرج دلوقتي. كنت رايحة بقى عشان اصلي مع صاحبتي. انا الحمد لله كل سنة بروح اصلي مع صاحبتي دي، ولازم نقضي لازم نصلي مع بعض ونقضي يعني الكام ساعة دول مع بعض. وماما بقى كانت جاية معايا لان هي صاحبتها اكتر ما هي صاحبتي. ف كنا روحنا بقى قبلها بساعة بحيث ان احنا يعني نقعد مع بعض اكتر نجهز نفسنا، وبعد كده ننزل، وبعد الصلاة بقى بنقضي برضو اليوم مع بعض. وانتوا كمان بقى المرة دي هتقضي اليوم معايا من اوله لاخره. يعني انا خدتكم معايا من اول ما كنا في البيت وتجهيزات البيت لحد ما رحت اصلي وانا مروحه كمان. كنت وصلت بقى هنا عند صاحبتي وكنت طالعه على السلم، طبعا ما عرفتش اصور فوق بسبب ان احنا كنا قاعدين براحتنا. فخدتكم معايا بقى لحد ما طلعت، وهاخدكم معايا كمان لحد ما انزل. يومنا بيكون بسيط لكن بصراحة بيكون لذيذ وممتع جدا جدا جدا.
كنا خلاص بقى ظبطنا نفسنا وحضرنا مصليات وكل حاجه، ونزلنا بقى كده شله وجماعه كبيره قوي ما شاء الله في الشارع. شايفين بقى، بصوا كميه الناس اللي كانوا ماشيين حوالينا، والاطفال الصغيرين والناس بقى اللي لابسين بقى الجلاليب والعبايات. انا بصراحه بعشق الجو ده جدا 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 في العيد. كنت ماشيه بقى وماما، بص ماما ماما يعني بتمسي عليكم جدا. شايفين بقى شكل الشوارع حوالينا. عايزه اقول لكم بقى كده وانتوا بتتفرجوا معايا ان انتوا ما تنسوش ان انتوا لو لسه في حد جديد بيتفرج عليا هيشرفني جدا لو انضم لعيلتنا وبقى فرد كده من افراد عيلتنا الحلوه. عايزه اقول لكم شكرا جدا على وقتكم اللي انتوا بتدوهوني وبتقعدوا تتفرجوا عليا فيه وبتشجعوني. وجودكم مميز جدا لان احنا مش اي عيله، وانا بفرح بيكم حواليا جدا. فيلا كبروا عيلتنا بيكم، وما تنسوش ان انتوا تعملوا الاشتراك اللي تحت الفيديو، واهم حاجه تفعلوا الجرس عشان ان شاء الله تكونوا معايا في كل فيديو جديد جاي. كنا خلاص بقى الحمد لله الحمد لله صلينا العيد. انا من الناس اللي بتزعل جدا لو ما صليتش العيد، فالحمد لله كنا صلينا، وده بقى في طريقنا واحنا مرجعين. صاحبتي بتعمل صاحبتي بتعمل لكم ايه، المفروض باي بس هي جت معاها العلامه دي. زي ما انتم شايفين بقى كده، بصوا فرحه يعني الحمد لله حلوه قوي قوي قوي. خلاص كنا خلصنا يومنا ونهينا بقى بالصور الحلوة قوي دي. عايزه اقول لماما ربنا يحفظك ليا ويبارك لي فيكي، ودايما محليالي كل حاجه في حياتي. دي بقى كانت صور كده مع شلة صحابنا وشلة قرايب وشلة معارف. بص كل يعني شلة جيران، كل اللي تتخيلوه هتلاقوه في الصور دي. دي احلى حاجة في العيد، ان كله بيصور مع كله، كله بيحب كله، كله بينزل مع كله. فربنا يا رب دايما يجمع بين كل الناس الحلوة في حياتكم. بعد كده كنا خلاص روحت، وكان لازم بقى اكل الحاجة الاساسية اللي معروفة في العيد. كنت بقى حضرت شوية شاي كده حلوين. يعني انا دي كده بالنسبة لي من استقبالات والحاجات كده اللي بتأكد فرحة العيد. زي ما قلت لكم بقى كنت بعمل لي كوبايه شاي كده حلوه. كنت عايزه اعمل شاي بلبن بس كنت زهقت منه، فقلت لا نغير بقى ونعمل كوبايه شاي كده ايه خفيفه سريعه. اكيد انتوا فهمتوا بقى يعني انا هعمل ايه، وكلامي ما ينسكوش ان انتوا تحطوا البصمه بتاعتكم اللي احنا خلاص حفظناها اللي هي اللايك. وشاركوني كده في الكومنتات كل واحد عمل ايه وقضى يوم وقفته واول يوم العيد ازاي. هستنى كلامكم اللي انا بحبه جدا. كنت خلاص بقى صبيت كوبايه الشاي بتاعتي وقلب قلب قلب قلب. يلا بقى نستعد للحظه الحلوه. كان ايه بقى؟ الكحك والبيتيفور والبسكوت والكلام ده كله. دي حاجه كده من يعني اساسيات العيد. عيد يعني كحك وبسكوت وبيتيفور، دي معروفه بقى. والبسكوت بقى كده هو يدوب في الشاي والكحك بقى كده وهو السكر يقع يبهدل الدنيا. لا 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 يا جماعة، عشق عشق بجد. فتعالوا بقى كلوا وتفضلوا بقى معايا، وبالهنا والشفا على كل حد كل الكحك والبسكوت والبيتيفور برضو. بصوا بقى يعني القلب ده دليل على عشقي للأكلة دي. يعني انا في الايام العادية اصلا بحب ان انا اجيب اي بسكوت اي حاجة اسقي فيها في الشاي زي الاطفال الصغيرة كده. فده بالنسبة لي بقى كده يعني ايه ختامي لليوم. خلاص انا هختم اليوم باللحظة اللي انا فيها دي. اول يوم انا ما خرجناش ما رحناش في حته، بنبقى قاعدين في البيت. فهي دي بقى بتكون تفاصيل يومي، هو ده كده العيد بتاعي. يا رب تكونوا حبيتوا يومي، وكده الفيديو بتاعي خلص ويفوتكم بألف خير.